دلوقتي كان ومكان مع ميرنا محمود على راديو العيلة. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، أهلا بكم في برنامجكم كان ومكان. عين السرو الجوفية، شمال واحة الفرافرة في الصحراء البيضاء. هي عين مية طبيعية بتفضل جافة لحد ما يقرب منها أي كائن حي، سواء كان إنسان أو حيوان أو حتى طائر. فبتبدأ المية ترتفع في العين تدريجيا لحد ما تتملي كلها، فتقدر انك تشرب وتاخد شاور كمان وتاخد منها اللي يكفيك. ولو قررت تمشي بتبدأ تجف تدريجيا لحد ما تختفي تماما. والعجيب فيها هو ان اي مصدر مية جوفي في العالم بيضخ المية ليل ونهار لحد ما يجف وما يبقاش فيه مية بتخرج منه تاني. اما في عين السرو فده على العكس تماما، لان ميتها مش بتظهر غير لما يقرب منها اي كائن حي، حتى لو كان عصفورة صغيرة بتخرج له المية برضا تماما لحد ما يمشي. وبيكشف الدكتور محمود حسن في كلية العلوم في جامعة الازهر ان عين السرو واحدة من البقاع السحرية في واحة الفرافرة في الوادي الجديد، وبتعتبر من المعالم السياحية العالمية. وأشار إلى أن التحليل العلمي للظاهرة العجيبة دي هو أن الأرض في المنطقة دي بتتكون قشرتها من نوع خاص من التربة الرخوة الحساسة، وهي عبارة عن قطعة سفنج، وبتكون زي مخزن المية في باطن الأرض. ولما بيقرب منها أي كائن حي ويضغط على الأرض قريب منها بتفور المية العذبة. والخاصية دي بتتمتع بيها السرو بس. وبيوضح المهندس الزراعي أحمد حسين إن العين حولت كل اللي حواليها من اللون الأصفر في الصحراء للون الأخضر في أشجار النخيل الدائري، بالإضافة للزراعات التانية، وده اللي خلاها واحة خضراء وقبلة للسياح علشان يستمتعوا بالمناظر الخلابة والمياه الجوفية العذبة. فكرة انك تروح للعين دي مش موضوع متعب خالص، لكن بس بتحتاج لسيارة دفع رباعي، والدليل على ده من اهل المنطقة. وكانت ادارة المحمية خلصت تجهيز الاحواض الخاصة بالنبع الجديد في عين السرو بالشراكة مع السكان المحليين وشباب الفرافرة، وده بعد ما تفجر النبع الجديد من الجهة الغربية. وبتساعد الأحواض دي في تجميع المية وانسيابها من حوض للتاني علشان تستخدم في رحلات السفاري، وإنهم يتزودوا منها بالمية، وده علشان يوفروا مية تنفع للشرب من الحيوانات والطيور في المنطقة. وقال محمد ضوى اللي هو واحد من منظمين رحلات السفاري في الواحات ان المية جفت في عين السرو من 2 سنين، وسعى المشرفين على محمية الصحراء البيضاء وقتها انهم ينظفوا العين، لكن ما ارتفعتش المية تاني. وقال ان عين السرو من اشهر المزارات السياحية. وبكده نختم حلقتنا النهاردة. انتظروني أنا ميرنا محمود مقدمة البرنامج كل يوم سبت الساعة 7 مساء على راديو العيلة. مستنية رسائلكم تقولولي حابين تعرفوا عن ايه الحلقة الجاية. شكرا لاستماعكم ليا. كنتم مع كان ومكان على راديو العيلة.